خطأ ليه يا محمد؟ طيب خطأ قبل ما ننتقل خطأ كبير. يعني كل اللوم لمجلس إدارة نادي الزمالك على عودة سيف فاروق جعفر لنادي الزمالك. ما ينفعش لعيب ساب نادي الزمالك في وقت حرج كان نادي الزمالك محتاجه. النهارده سيف فاروق جعفر مطلع بيان بيقول ان اصل انا اضطريت ان انا كنت عايز اقعد بس انا اضطريت فين؟ ده كان في فيديو موجود والناس جايه بتقول لك وقع وانت اللي تراجعت في كلامك والقصه يعني مش يعني ايه؟ اصل المشكله ان في عصر السوشيال ميديا وعصر التوثيق الامور الكذب ملوش رجلين. لعيب ساب نادي الزمالك وفضل مصلحته على مصلحه نادي الزمالك وراح نادي بيراميدز، ما شاركش في اي دقيقه في اي مباراه، يعني بالمعنى كده فشل فنيا مع نادي بيراميدز. ولو هو كويس ونادي بيراميدز شايف ان هو كويس ما كانش هيديهولك. لو نادي بيراميدز شايف ان في امل ان سيف فاروق جعفر هيفيده فنيا ما كانش هيرجعه نادي الزمالك. فانت كان طبيعي جدا، وخصوصا ان انت في المركز بتاع سيف فاروق جعفر ده في اكثر من لعيب جديد انت جبته واكثر من لعيب مميز انت جبته، فخلاص انت ما كنتش محتاج ان انت ترجع سيف فاروق جعفر. وكنت اتمنى من اداره نادي الزمالك ان هي تنصر مبادئ نادي الزمالك وتنصر مبدا ان الزمالك فوق اي لعيب، وان الزمالك هو خيره على اي حد، وان الزمالك هو الاساس، وان اللي يبيع نادي الزمالك ما يشتروش. طيب سريعا